قريب درت ديقة في عرس رايمو. ستوري تايم، جيت نحكي لكم على حادثة الحقيبة. الحكاية بدات نهار رايمو ديسيدا يتزوج. بيان سور كما ديسيداش يتزوج ما يكونش كاين عرس، وكي ما يكونش كاين عرس راح تصرا هذه الحادثة بعد ايام من التخطيط. وجا النهار اللي بزاف منكم كانوا يستناو فيه، يوم العرس. كيما على بالي وعلى بالكم، على بالي بلي على بالكم العريس وصحابه قبل ما يديماروا في الكورتاج يكونوا في دار واحده. راكو تعرفوا حطات مشطات كوستيم كرافاطات كاع مشطنا شعرنا غير اسلام بيالدي. وهنا بدات الحكايه. رايمو اسلام هبطوا ركبوا في طوموبيل وديمارا، وزادوا هبطوا تيكو وزين، وبقيت انا الاخر في الدار. وبعد ما رفدوا صوالحهم وخرجوا بقات اهم حاجه في المنزل اللي هي لافاليز تاع العريس. قالوا لي موحه لافاليز عند الباب ما تنساش تهبطها معك. اوكي لحد الان كلش تمام، انا والله ما نسيتها. رفدتها غلقت الباب وجيت هبط في الدروج. هما ركبوا في طوموبيل وبقيت انا ولافاليز في الباب تاع برا. حطيت لافاليز قدامي، غلقت الباب تاع برا ونسمع تيكو زين يا موحه في الوقت. في حقيقه الامر ولا غير هما اللي داروا لي لابريسي. هنا واش درت؟ خليت لافاليز كيما راهي برا وقلعت لعندهم. لحقت للطوموبيل، تيكو خلى لامار مفتوح باش نحط فيه لافاليز. نشتو مفتوح قلت بي تيكو مخلي لامار مفتوح وغلقته. على بالي درت حاجه مليحه وطلعت في الطوموبيل وديمارينا في الكورتاج. وبعد ما درنا تور دو موند والحاله الزاهيه لحقنا لاصال مع العشيه. شطحنا ديفيلينا لي في ميجان قرقاب وطرومبات قلبناها. ولو كان نقول لكم باللي برشلونه هي اللي انقذت الموقف تقول لي موحه واش دخل برشلونه وكره القدم في لافاليز؟ كيما على بالي وعلى بالكم على بالي بلي على بالكم تيكو مشجع وفي لبرشلونه. الحق وقت المباراه وتيكو قال لنا نروح صح. تيكو باش يروح يتفرج الماتش لازم ينوض طوموبيل. ولافاليز تاع رايمو كنا مديسيدين باش نحطوها في لامال تاع تيكو. راح رايمو تيكو زين فتحوا لامال لقاو غير لامال، وانا في العالم الموازي مع اسلام بيالدي نقطعوا في الناس. جاو عندي قالوا لي بوحه لافاليز وين راهي؟ لافاليز في لامال ما كاش في لامال. بوحه كسر ما نسيتهاش. ما يعرفوني باللي يا خوتي ونتفكر باللي خليتها برا. لافاليز ما قدرتش نقول راهي مو بلي نسيتها برا. ثم تولي جنازه ماما. رميت عيني اغوش لقيت يونس عطيه الله يذكره على خير. قلت يونس بالطوموبيل قال لي اركب وين نروح؟ يونس على بالو بلاني داير كيش ديك. ركبنا في طوموبيل وقلعنا. الدار اللي كنا فيها بعيده ساعه ونص على لاصال. اسوء ساعه ونص جوزتها في حياتي مع لاكم برومو. بالك راني نحكي لكم هكذا تجيكم نورمال، بصح ايماجيني اعز اصدقائك اللي عندكم تقريبا عام ونص ولا عامين وانتم تبريباريو للعرس، وتستنى غير في هذاك النهار اللي راح تشوف فيه صاحبك فرحان ومحقق هدف عنده بزاف هو يخدم عليه. مع الاخر يتجوز ليله عرسه مدبرس على جالك انت. ولافاليز هذيك فيها اشياء مهمين بزاف في حياته. الاوراق اللي تثبت باللي هو مواطن جزائري كامل في هذيك الكابا، وزيد كان مريزرفي في الوتيل، ولو كان ما يروحش بلافاليز ما راحش يخلوه يدخل. بلا ما نحكي لكم على دراهم وامور اهم. مهم رايح في الطريق ومدبرس، وقلت له كان ما نلقاش لافاليز والله من نولي للعرس. اذا كون ما لقيتهاش نبلوكي ديريكت بالك نحرق. واخيرا بعد ما وصلنا للبلاصه اللي نسيت فيها لافاليز ما لقيتهاش، والله ما لقيتها. قلبي طاح بديت نجونغلي به. الحاجه اللي ريحتني شويه سيكون لقيت كاميرات في ديك البلاصه، وما لقيت كاميرات راح نلقاو الكابا هذيك على يومين وعلى 3 ايام. ما راحش نعوض له المورا اللي راح يكون عنده في ليله عرسه. رحت للبلاصه هذيك قلب تحت الحجر في الشجر في الطوموبيلات في لابوبال تحت الروضه. قلت بالك انا ما نسيتها الفوق في الدار. ما قلت متاكد بلي حطيتها لتحت. فتحت الباب تاع الدار ولقيت الكابا مور الباب. واو عيط الرايمو سبيته. نحيت الضغط، عاود حطيت الكابا في لامال، عاود وليت انا ويونس اللاصال. كي لحقنا اللاصال لقيت العشاء خلاص. ناس تعشت باللحم ولا تعشت بالكفريت.